ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جبت فرخه كده حوالي 2 كيلو. كنت عايزاها اقل من كده بس ما لقيتش بقى، يعني اللي لقيتها كنت عايز ايه افتحها كده من السلسله واشويها. فتحتها كده، بص الحته اللي هي فيها الرقبه والحاجات اللي بتبقى ورا دي. هتفتحها كده بالمقص او بالسكينه لو عندك حاميه، اتك بس عليها كده تتفتح معاكي. وممكن تشيلي بقى الحته بتاعت اللي هي اللي بتبقى ماسكه في الصدر من فوق وماسكه في الورك من تحت. الحته دي تشيلي، انا هشيلها دلوقتي، انا بوريك هي، بصي حته عاليه وحته واطيه من حته الرقبه، بس هاجي هرجع بقى اشيلها كده. تشيلها بقى كده برضو بالسكينه، ولو عندك مقص حامي على فكره بسرعه يعني هيعملها معاكي جامد بسرعه، يعني مش هتغلبي فيها. لو انت اول مره تفتحيها، اول مره تفتحها من ورا كده، يبقى احسن حاجه ان انت تبقي جايبه المقص الحامي ده بدل السكينه، ايه هتبقى حلوه معاكي. فتحها بقى خالص كده كلها. يعني هي الفرخه دي لو حجمها كيلو ونص او كيلو ربع يبقى احسن طبعا. يعني احسن ما تبقى 2 كيلو عشان الصدر بتاعها ما يبقاش كبير كده، عشان الفراخ المشويه بتحب تبقى ايه، صغيره. انا بقى بفتح من فوق ومن تحت ومن كله علشان تشرب التتبيله. الكلام ده كان بدري، اول ما دخلت المطبخ كده بعملها، يعني لو كانت عندي من قبلها بيوم كنت عملتها، بس انا كنت لسه جايباها النهارده. اول ما بدخل بقى بعملها كده واحطها في التتبيله واركنها بقى لحد ايه، يعني قرب ما خلاص كنا عاوزينها على المغرب برضو علشان الصيام. فقبل المغرب بقى بساعه ونص ولا حاجه ادخلها الايه، الفرن. غسلتها بقى كده، كنت وديت غسلتها وسبتها بقى ايه منقوعه شويه في المحلول بتاع النقع، بحط شويه ملح وشويه سكر، شويه قرفه، شويه كمون صغيرين، وورقتين لورا كده، وحبه دقيق. سبتها بقى منقوعه فيها شويه، غسلتها حلوه قوي وطلعت الريم والحاجات دي كلها، وسبتها بقى منقوعه فيها على ما اعمل ايه التتبيله دي. كانت عباره عن بصله كبيره كده اللي انت شفتها دي، وكام فص توم كده 3 4، طماطمتين، قرنين فلفل، وعلبه الزبادي انا بحطها بس عشان تضر الايه، يعني حته اللحمه. يعني لو مش عندك زبادي او حاجه عادي ممكن تعملي تتبيله ببصل وطماطم، بس هي ما بتبقى موجوده انا ببقى جايبها بس عشان يعني مكه، فبتبقى موجودة عندي. فبتبقى موجودة بقى بجيبها المكة وكده زي ما بقولك، فبتبقى موجودة بقى ايه، هنا يعني عندي في التلاجة، فباخد منها. لو مفيش باخد ايه معلقتين 3 لبن من اللي عندي، مفيش بحط معلقتين مية عادي. انا حطيت في الخلاط كده معلقتين مية ونزلت عليهم بعلبة الزبادي، وانزل عليهم بقى بالحاجة اللي انت عاملاها دي. مفيش زبادي هتقوم حاطة التتبيلة دي وخلاص، ومعلقتين 3 مية بس، هي كده كده البصل والفلفل والطماطم والحاجات دي بتنزل مية. حط عليها بقى اي بهارات انت بتحبيه. انا حطيت بهارات فراخ، حطيت توم باودر وبصل باودر، حطيت شوية ملح، حطيت شوية كزبرة، وحطيت ايه حبة زيت يعني صغيرين، لان دي حاجة هشويها. انا كده بقولك كنت غسلتها خلاص وشلتها من محلول النقع. كده بقت حلوة، تفردها كده في صينية وانزلي بقى عليها بالتتبيله اللي انت عاملاها. بس اهم حاجه بقى، عارفه الفتحات اللي انت مفتحاها دي، دخلي فيها كل التتبيله، ده الاساس بقى. انا بقول لك الفتحات دي كده تفتحيها وتدخلي فيها كل التتبيله كده اللي انت عاملاها، اللي هي كانت عباره عن ايه، علبه زبادي صغيره او نص كوبايه لبن، نص كوبايه لبن رايب، ما عندكيش خالص بلاش خالص. حطيت بصلتين، حط بصلايه واحده كبيره، حطيت طماطمتين، حطيت قرنين فلفل، 3 4 فصوص توم، والتوابل بقى اللي انت بتحبيها، وتلات اربع معالق زيت كده. احنا بنحط في الفراخ اللي احنا بنشويها زيت عادي، انما الفراخ اللي احنا بنقليها، الاستريبس، البانيه، الفراخ المقرمشه، اي فراخ بنقليها ما بنحطش في التتبيله زيت، لان الزيت بيفك الكفر اللي بره. انما اللي احنا هنشويها عادي بنحط فيه. اهم حاجه زي ما بقول لك الفتحات اللي انت عاملاها تبقى كلها تتبيله. الخطوه دي بقى لو انت عاملاها من بالليل، الفراخ هتشرب من التتبيله، تبقى تحفه جدا، احسن ما تبقى عاملاها في يومها وسبتها ساعتين او 3 بس. انا مبقاش عندي وقت، لان يعني بكون لسه جايباها صبحه، فبعملها ساعه ما ادخل المطبخ واركنها بقى لحد ما زي ما بقول لك كده قرب خلاص الوقت اللي انا عاوزاها، ابقى ايه خلاص اطلعها ادخلها الفرن. ركنتها بقى كده، قلت اعمل شويه رز كده مبهر اصفر، ورز مصر عادي. البوتاجاز طبعا متبهدل اخر بهدله، لان هو في لسه في الناحيه التانية بتاعه البوتاجاز دي حله طماطم كبيره محطوطه برضو، هتلاقي هنا ورا برضو في الناحيه اللي انا بعمل فيها مكان الطماطم برضو اللي عامله على البوتاجاز دي. هشيل بقى خلاص الحله الكبيره دي. وعملت بقى انا البوتاجاز بالليل غسلته بقى كله واوريهولك بكره. كنت انا بقى مش عارفه اشيل واحط، ان الحله واخده حته العين اللي هناك والحته اللي في والشبكه اللي في النص دي، فمش عارفه اشيل حاجه بقى ولا اعمل. عملت بقى حطيت بصله كده شوحتها، وشوحت معاها قرن فلفل، يا دوبك بس ايه يعني يصفروا كده. نزلت عليهم بالرز، الرز المصري او بسمتي اللي انت عاوزاه، وانزلي بقى عليها البهارات الكبسه بتاعتك، كركم، لون زعفران اللي عندك بقى. انا بحط، كانش عندي زعفران النهارده، حطيت معلقه بهارات كبسه ومعلقه كركم بس، وشويه ملح صغيرين، عشان البهارات بتبقى ايه ساعات مملحه شويه. هعملها بقى اسقيها بالميه كده عادي، اللي هو رز عادي هتحط كوبايه وكوبايه، لو هو رز بسمتي هتحط كوبايه رز عليها كوبايتين ميه، وعلى حسب انت عارفه الرز اللي انت بتجيبي ايه، وعلى حسب انت نقعاه قد ايه. يعني الرز البسمتي لو انت نقعاه، انا كنت قايله قبل كده، ما تحطش كوبايه الرز على كوبايتين ميه، لا تحط مثلا كوبايه ونص. على ما الاكل بقى كده يستوي، كنت انا ايه الطماطم اللي انا كنت عاملاها معاك امبارح كنت كيستها كده،
كيستها كده في اكياس، كنت طلعت شويه الفريزر، ودول بقى كان قلت يلا طلعوهم على مرتين عشان ما يوقعوش حاجه ايه وهما طالعين، بس ايه انت عارفه الفريزر عندي فوق. كيسها كده في اكياس على قد الطبخه بتاعتك، بلاش علب عشان يبقى الكيس زي ما قلنا امبارح على قد الطبخ. بس كده كان الاكل بقى خلاص استوى، غرفت لهم الرز، غرفت لهم الفراخ. فراخ زي كانك شويها من بره، وانا عملت لها كمان حته فحمه على فكره، مش عارفه هو المقطع ده راح فين. انا عملت لها حته فحمه ولعتها على النار وحطيتها كده وطفيتها بمعلقه زيت وغطيتها كده. بقص الفراخ بص زي كأنها شوية من بره اتشالت من بعضها خلاص. اظن انت شايفة الورك اساسا طلع من بعضه، ما كنتش عارفة اشيلها من الصينية. قالت لهم بقى معاه بطاطس وخلاص، ما بعرفش اعمل مع الاكلة دي بقى حاجة تانية. ممكن تعملي سلطة لو انت بتحبي السلطة مع الاكلة دي. بس الفراخ عايز اقولك مستوية تحفة، طالعة من بعضها جدا جدا جدا، حتى شوف الحتة دي وانا بشيلها اتقطعت مني. الرز لو انت عايز تعملي بسمتي زي ما قلنا، عايز تعمليه كده عادي، عايز تعمليه بشعرية عادي، اللي انت بتفضليه معاه. جربيه وبألف هنا.